كانت اللي لفتت انتباهي في القصه دي، عملت له كل حاجه رضوى، غيرت له من نفسي وخسيت واستقلت من الشغل وغيرت طريقتي وحياتي وبعدت عن صحابي وخفيت جدا من النزول وخفيت جدا من الميك اب وظبطت شكلي وعملت كل حاجه وما عجبتوش. اداني بومبا زي ما هي قالت كده بالظبط. اعمل ايه تاني علشان خاطر اقدر اقنعه بيا؟ وهو ده الجمله اللي لفتت انتباهي جدا. انا هلف لكم بقى واقعد كده ايه كاني قاعده مع اصحابي على الكنبه. هو انا بقنعه بيا ليه؟ ممكن نرجع كده مع بعض شويه لورا. بابا اديني المصروف، انا عايزه مصروفي. استحملي، انا نزلت الشغل وما عنديش فلوس والعيال مذاكره العيال وتمارينهم ومش عارفه ايه خدوا كل الفلوس. تليفون التاني، تليفون. ايوه يا بنتي حبيبتي، انت فين يا ماما؟ اتاخرتي ليه؟ مش عارفه ايه، انت لازم تروحي، الطريق زحمه، الطريق مضلم، الدائري مش عارفه ماله، المحور مقفول، يلا يا حبيبه ماما عشان تروحي. الناحيه التانيه يمكن اقعد امسك التليفون كتير قوي عشان استنى جوزي ولا خطيبي يكلمني يسال عليا، وساعات كتير ما بيحصلش. هنا انا كل اللي انا بعمله في بيتي ان انا باكل وبشرب وبنام، وده معظم الحالات، عشان عارفه ان في حالات بعتت لي قالت لي انا باخد بالي من امي وابويا وكذا. انا بتكلم في المطلق. انا في اب وام مسؤولين عن نظافه البيت، الاكل، الشرب، المصروف، الجامعه، العربيه لو عندي، البنزين، لو عايزه البس بقعد ازن عليهم، اعيط، ادبدب في الارض، الوي بوزي، ايه يا ماما، ايه يا بابا، ما حدش يكلمني بالطريقه دي. وفي الاخر انا بأمر قطاع. انتوا بقى بتطلعوا من البيت معززين مكرمين، داخلين بيت تاني وهو بيت الزوجيه. لازم تستحملي حالته الماديه وتستحملي موده وقلباته اللي ممكن تحصل له بسبب ان هو اتخانق مع مديره في الشغل، او ان المرتب مش مكفي، او لازم تستحملي ان هو هينزل ويخرج مع اصحابه عشان ليه كواليتي تايم او ليه جوده من الوقت انت مش المفروض تكوني موجوده فيها. لازم تطبخي وتغسلي وتكبري وتحملي وترضعي وتدي في العيال وتشوفي مدرس خصوصي ياخد فلوس قليله علشان خاطر مصروف البيت مش مكفي، ولو نفسك في حاجه ما تشتريهاش عشان خاطر العيال نفسهم او هو نفسه، وتقفي ساعه تعملي الحلو والوحش والجميل والمش جميل وكل الحاجات، وتشوفي العيال نفسهم ياكلوا ايه بكره، وتطلعي من الفريزر اللحمه ولا الفراخ اللي هتطبخيها بعد ما ترجعي من الشغل، وتشوفي العربيه مالها، وتشوفي هو هدومه اتكوت ولا ما اتكوتش، وهنوديها للمغسله ولا هنغسلها في البيت، وتشوفي اذا كان الجزم محتاجه تتخيط ولا هننزل نجيب جزم جديده، وتشوفي وتشوفي وتشوفي، تبقي انت اللي مسؤوله عن كل ده. انت بتتغيري لواحد عشان انت تبقي مسؤوله عن كل ده. احنا لازم نستوعب انه الجواز سترة، والجواز نعمة، والجواز سنة الحياة، والخلفة احلى حاجة في الدنيا. لكن اعملها صح، اعملها صح، لان انا قاعدة مربعة في بيت امي وابويا هانم، بيعلموني ويدفعوا لي ثمن الجامعة، ويعلموني في المدرسة ويدفعوا لي ثمن المدرسة، ولو نفسي في حاجة يشتروها لي. لكن انا الناحية التانية لو عرفت اجيب حاجة يبقى كتر خير الدنيا، لان الدنيا غاليه، وهو يعني عشان مبقاش بس باجي عليهم طول الوقت، وهم ساعات بيبقى عندهم حق، الدنيا غليت فعلا، الدنيا بقت نار، السوبر ماركت واللحمه والفراخ والهدوم واللي هيكفي عليها منين؟ فبيقابلها ان هو يا بيديكي بوز يا ما بيرجعش البيت على طول عشان يقعد مع اصحابه علشان ما يسمعش اسطوانه العيال عايزه وانا عايزه وانا كذا. فانا ابقى قاعده في بيتنا جميله وكتكوته وكيوت
وامي وابويا بيدلعوني ويجيبوا لي كل حاجه، واقعد اشتغل على نفسي عشان اقنع راجل انه يتجوزني، ما ان شاء الله ما انه اتجوزني. راح جه قلب تاني هقولها. كام واحد موجود على الكرة الأرضية ينفع يبقى زوج؟ كتير منهم محترمين، وكتير منهم كويسين، وكتير منهم ولاد ناس ولاد أصول، لكن أعملها صح. هو اللي يعمل مجهود عشان يقنعني إن أنا أتجوزه، لأن أنا هعمل الرصة اللي أنا قلت لكم عليها دي كلها. هو اللي يجري ورايا ويكلم أصحابي علشان يقنعوني إن أنا ينفع أقعد معاه، اشوفه قبل ما يجي لامي وابويا واتجوزه ولا ما اتجوزوش. انا اللي اقول انه فتره الخطوبه لازم تطول في وجود امي وابويا حواليا عشان اشوف بخيل ولا مش بخيل، كريم ولا مش كريم، لسانه حلو ولا لسانه وحش، هيتعصب هيقوم رامي حاجه في خلقتي ولا مش رامي، هيخش بيتنا بهديه، هيبقى عنده ذوق ولا ما عندوش ذوق. ظبطي نفسك وظبطي امورك وظبطي حالك، واقنعي اهلك انك تشتغلي وانتي صغيره وتعملي لك دبلومه ولا ماجستير ولا اي حاجه، علشان خاطر انا، عشان شكلي انا، عشان انا لما ابص في المرايه الاقي ان انا حلوه، انا ارضي عليا، انا ابسطني. اللي مش هيعرف يحب نفسه مش هيعرف يحب حد، واللي مش هياخد باله من نفسه عمره ما هيعرف ياخد باله من حد. ودي قاعدة أنا اتعلمتها تقريبا في خلال الأربع 5 سنين اللي فاتوا. أرجوكي أرجوكي أرجوكي، مفيش راجل في الدنيا يستاهل إنك تغيري له لون شعرك، لكن انتي تستاهلي إنك تغيري كل حاجة علشانك. وده رأيي بمنتهى الأمانة.